اخترتها ويا ريتني ما اخترتها. طلعت هو النصيب كده. انا كنت بدور على عروسه بنت حلال وتعيش على قدي وعلى قد عيشتي. دورت كتير، دورت قليل. امي تجيبني، خالتي تجيبلي، عمتي تجيبلي، صحابي يجيبولي. اروح اشوف العروسه ما تعجبنيش، مش هي دي. اتنكت كتير، بنات حلوه وزي الفل. او لا لا لا، انا مش عايزه حلوه قوي هيغير عليها. لا مش عايزه وحشه قوي، انا لازم اقوم بالصبح الاقي حاجه حلوه قدامي. لا لا لا، دي فقيره قوي، لا دي غنيه قوي، دي قصيره قوي، دي طويله قوي. طلعت عيوب الدنيا في بنات كتير، وكلهم بصراحة كانوا زي الفل. امي قالت لي هتقع في واحدة تطلع عينك. قلت لها ليه ياما؟ هو انا ظلمت حد؟ هو انا جيت على حد؟ لا لا لا، ان شاء الله ربنا هيكرمني، ان شاء الله ربنا هيكرمني. قالت لي يا ابني يا ابني ارضى، ارضى عشان ربنا يرضيك. ياما ما انا راضي، بس كده لسه نصيبي ما جاش. المهم، انا في زمايلي في الشغل عارفين ان انا عايزه اتجوز. هم جابوا لي عرسان كتير، عرايس كتير قصدي، جابوا لي عرايس كتير. كلهم كويسين بصراحة، بس أنا مش عاجبني حد. أنا شايف نفسي محدش ياخدني، أنا حاجة كده غير أي حد. غروري كان واخدني، رغم إن كله يقول لي على إيه، أنت شكلك عادي ودخلك عادي، أنت بتملك على بنات الناس ليه؟ ليا واحد صاحبي قوي 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 بشوف مراته بتعامله ازاي. بصراحة بتعامله معاملة كويسة جدا، عجبتني معاملة الست دي لجوزها. لحد ما في يوم جه قال لي صاحبي ده انا عندي اخت مراتي. قلت له اخت مراتك وبتعمل زي ما انت كانت بتعمل معاك كده؟ قال لي اكيد طبعا، ما هي اخت مراتي تبقى زيها اكيد، ما هي التربيه واحده. يعني التربيه واحده، التربيه واحده. قلت له خلاص ماشي، خلينا اشوفها. ما شفتها، حاجه قليله كده بس يلا. بس قلت ايه، هتبقى زي مرات صاحبي. صاحبي ما شاء الله عليه، هدومه مكويه، جزمته نظيفه، اكلته نظيفه، بيقعد يتكلم عليها كلام حلو كتير، تتصل بيه تطمن عليه. كل ده بيبقى قدامنا في الشغل. فانا قلت اكيد اختها زيها بقى. يلا على بركه الله، ايه يعني قصيره ورفيعه كده مش مشكله، المهم الاقي حد يريحني كده، وهي هتريحني زي ما اختها مريحه صاحبي. فده اللي انا قلته. المهم، اتكلنا على الله ورحنا اتقدمنا لها. ولما اتقدمنا لها، الحمد لله الحمد لله الموضوع تم، وهم كانوا موافقين، والموضوع حلو جدا وماشي كويس جدا. جبنا شبكتنا وجبنا حاجتنا والدنيا ماشيه كويس. والبت بتتكلمش خالص. اقول له هي بتتكلمش ليه؟ يقول له انت عارف اخلاق بقى زي مراتي متربيه، دي لسه ما خدتش عليك. قلت له ماشي، شويه شويه نتكلم انا وهي، شويه شويه خدنا على بعض والدنيا مشيت. وخلاص خلصت شقتي وهم خلصوا حاجتهم، وخلاص دخلنا بيتنا. دخلنا بيتنا بقى، الطبع بيبان. لقيتها في الاول ايه، بتنام بتقوم متاخره من النوم، ما بتقومش الصبح تصحيني عشان تفطرني انا ماشيه على الشغل زي ما اختها بتعمل. او معلش دي عروسه جديده نعدلها، ما تهتمش بلبسي، ما تهتمش بحاجتي. اقول هو في ايه، هي مش زي اختها ليه كده؟ رحت شكيت لصاحبي، بقول لك ايه يا صاحبي، اخت مراتك دي مالها مش زي مراتك كده، ما بتهتمش بيا، ما بتقومش بدري، ما بتصحينيش من النوم. قال له معلش يمكن عروسه جديده، نصبر، ما هي مراتي كانت في الاول برضو كده، يعني مراتك كانت كده كده. المهم، الموضوع طول قوي في الحوار دوا. قعدنا 6 شهور تقريبا. امي تقول لي يا ابني مفيش حاجه جايه في السكه، اقول لها لسه يما، لسه يما. وهي حالها مش عاجبني، بس قلت خلاص بقى معلش، جايز كده كده هتعود بعد كده وتتغير. كلمت صاحبي تاني، راح كلم اختها، اختها كلمتها، بدأت تتعدل، بقت كويسة، بقت تعمل اللي اختها بتقول لها عليه، والدنيا مشيت. عدى سنة التانية ومفيش حمل. امي قالت له بقول لك ايه، انت كده ما تسكتش، لازم نلاقي حل. رحت كشفت عليها، ما بيرضي الله. الدكتور قال لي العيب فيها يا ابني، مراتك ما بتخلفش. قلت خلاص نصيبي بقى، هعمل ايه؟ زعلت وحزنت، بس هعمل ايه؟ قلت بلاش اكره كرامتها. امي قالت لي يا بنتي يا ابني ممكن تتجوز، عايز تخليها على ذمتك خليها وروح اتجوز. قلت لها يما حرام ما اوجعهاش، انا مش عايزه اوجع بنات الناس. راحت قالت لي يا ما اتنكت. الله يما ده نصيب وده رزق. الله، قلت له خلاص ماشي يا ابني براحتك. المهم، انا جات لي سفريه بره تبع الشغل، بس مرتب هيتعدل اكتر. فقلت لها، فهي وافقت. المهم ان انا سافرت
وبعد ما سافرت بقيت ابعت لها فلوس لها يا امي. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل هناك. اتصل بامي تقول لها مراتي، بص بقى المشكله في بقى ان امي ما بتقوليش مراتي اديتها كام. فلوسك وصلت لك ياما؟ اه يا ابني وصلت لي، لا يخليك، وانا ما اعرفش بتوصل كام اساسا. ليا اختي عارفه كل حاجه، بس ما فيش كلام بيني وبينها، يعني التليفون لما بيجي بلاش هي موجوده وانا ما اعرفش اي حاجه بتدور، واللي بيدور كان بيدور. امي تعبت جامد جدا وطلبوا يعملوا لها عمليه. اتصلوا بيا قلت لهم ودوها احسن مكان، ودوها مكان خاص، ما تودوهاش اي مكان تاني، واللي انتوا عايزينه العندي قبل العندي. هي قالت لي خلاص ماشي. تتصل بيا عايزين معامل ابعت فلوس، عايزين اشاعات ابعت فلوس، وفلوس فلوس بجد يعني مش فلوس ده امي هبخل عليها وانا واثق في اللي هناك دي. المهم ايه بقى، وانا هناك في الشغل قابلت واحده زميلتي بنت حلال وكويسه، بصراحه عجبتني، وانا نفسي رايحه للعيال، عايز عيال يا جماعه، عايز عيال، عايز اب، وفي نفس الوقت ما اجرحهاش هي وما تعبهاش وما وجعش قلبها. اتجوزت التانية هناك وقعدتها هناك، وقعدت متجوز التانية، وكل مده بنزل ايه ابص على مراتي التانية. المهم امي دخلتها، امي عرفت عملت العمليه الحمد لله، وعملت مبلغ كبير جدا، مبلغ خيالي. فبقول لمراتي حاجه غلي كده عندكم؟ قالت لي هي الخاص كده والدنيا كده. قلت امي ما بخلش عليها وبعت لها المبلغ. المهم امي عملت العمليه ومفروض انزل اشوفها ابص عليها. انا بقول لمراتي انا جاي ابص على امي. قالت له امك كويسه خليك في شغلك، لما تيجي الاجازه هخليك تشوفها. طب خلينا اكلم امي. المهم امي كلمتني، ازيك يا ابني، عامل ايه يا ابني، بتتكلم مش قادره تتكلم كده، انت كويسه؟ اه يا ابني مش قادره، تعبانه، مش قادره اتكلم. خلاص يا ام ما تتكلميش خلاص، المهم نطمن عليكي. اديهالي بقى. خدت التليفون، اي يا حبيبي عامل ايه، امي كويسه؟ اه كويسه الحمد لله اهو، انا شايلاها فوق دماغي. طب خدي بالك منها عشان اختي مش فاضيه لها، واختي معاها العيال، وبعدين كده كده هي سافرت مع جوزها زي ما انت عارفه في بلد تانية، فصعب انها تيجي، فالوليه دي امانه في رقبتك، ما تخافش ما تخافش. المهم بعديها بكام شهر، انا المفروض اقعد شويه يعني، كل سنه بنزل 3 شهور تقريبا، وساعات بيبقى شهرين حسب الظروف. طبعا انا معايا واحده تانية ومتجوزها هناك. اختي في يوم اتصلت بيا وكلمتني وقالت لي بقول لك ايه يا اخويا، هو انت ليه ما عملتش لامك العمليه في مستشفى خاصه؟ قلت لها اللي انت بتقوليه دوت، انا عامل لامي العمليه في مستشفى خاصه. قالت لي لا يا اخويا، امك عاملاها تبع الحكومه مش مستشفى خاصه. ازاي انت بتقولي ايه؟ لا طبعا اتصل طبعا. طب اقفلي، اختك دي بتضحك عليك، اختك بتوقع بينا. لا انا عملتها في مدرسه مستشفى خاصه، انا هضحك عليك، دي امي وانا شايلاها. طب خلاص ماشي اقفلي. المهم ما كلمتش اختي وقلت اختي غير انا من مراتي ولا ايه، فكبر دماغك. بعديها اختي اتصلت بيا، ها اتاكدت؟ لا بقول لك ايه، عملته في الحته اللي هي عملته، المهم انها عملتها. امها بتقول لي قال لها بقول لك ولا ما بقولكيش، انت شايله امك؟ قالت له انت عارف ظروفي. قال لها خلاص ما تتكلميش، هي شايلاه وهي عارفه كل حاجه عنها، ما تبلغنيش حاجه انا ما اعرفهاش. يعني انت مش مصدقني يا اخويا؟ قال لها صدقك ما صدقكيش خلاص يا ست. المهم قفلت معاهم وما صدقتش اختي في الكلام اللي لقيته على مراتي، ومصدق مراتي. الحمد لله ربنا وعدني بالتانية، وعدني جبت عيل، ربنا رزقني بعيل. وبعدين انا عملت حاجه تانية كمان، اتصلت بصاحبي وسالته، هي مفطمه صاحبي. قال له لا امك مستشفى خاصه، مين اللي قال لك انها حكومه؟ مين اللي قال لك؟ انا عاملها على ايدي وانا كنت واقف معاها ما سبتهاش، انت وبسمعك كنت بتكلمها كمان في التليفون. قال له يعني كده؟ قال له اه طبعا. اتاري صاحبي رخر، الله يسامحه. المهم اللي معايا دي خلاص قربت تولد، يعني قصدي يعني قبل ما تولد. المهم الحمد لله ربنا جبرني بولد. فضلت معاها لما حد شدت نفسها وبقى كويس، وقلت انزل اشوف امي. انزل اشوف امي من هنا، ومراتي عارف ان انا رايح، بس حاسس انها مش عايزاني اجي. اول ما دخلت البيت عرفت ان امي بتموت. جريت عليها سبحان الله، يعني انا وصلت من هنا امي كانت بتموت من هنا، زي ما كنت كان مستنيه ان انا اجي، مع زي ما بسمع كده الله اعلم. اول ما دخلت على امي خدتني في حضنها وعيطت وقعدت تعيط، بطبطب عليها، الف سلامه عليكي يا ام، انت كويسه يا ام، انت وبكلم عمي، اتاري امي ميت على صدري اول ما دخلت.
طبعا دي كانت صدمه بالنسبه لي، يعني اول ما اجي امي تموت على صدري، امي مستنيانه تموت على صدري اول ما اروح. المهم الحمد لله ان انا كنت موجود، وقفت مع امي وخلصت اوراق امي ودفنت امي وروحتها على خير. عدى يوم التاني تلاتة، المفروض انا 3 شهور وامشي. اختي جت تقول لي انت بكدبني وانت مش مصدقني. قال لها بقول لك ايه، مفيش كلام في الوقت ده، الموضوع خلاص كده اتقفل. قالت له ما اتقفلش. اختي بقى ايه برضو ما سكتتش. المهم المفروض انا اروح بقى، اروح اسافر عشان خاطر التانية دي اللي معاها عيل، دي مش هسيبها لوحديها انا، وخلي دي هنا كده واصرف عليها كده كده. التانية بتقول لي انت رايح فين؟ قلت لها انا مسافر. قالت لي خدني معاك. قلت لها اخدك معايا فين؟ خدني معاك في المكان اللي انت مسافر فيه. خلاص امك توفت وانا كنت بشيلها وشايلاها وماليش حد هنا، وانا مش هقعد هنا. اختي متجوزه واختي مع جوزها، وانا مش حد غيرك دلوقتي، هسافر معاك. قال لها لا مش هتسافري معايا. انا مش هتسافري معايا. ليه مش هتسافري معاك؟ انا مش هسافر. ايوه مش هتسافري معايا، مش هينفع تسافري معايا. لا انا لازم اسافر معاك، وعملت مشكله معايا وكلمت صاحبي ده وصاحبي جه كلمني. قلت لهم يا جماعه هي مش هتسافر معايا، انا مش عايزه اوجعها. يعني انا يا جماعه انا بعمل كده عشان مش عايزه اوجعها، مش عايزه اعرفها انا اتجوزت عليها. يبقى هي قاعده كده في مكانها وانا مش عايزه اطلقها، اصلا مش بايدها. كفايه انها شالت امي. ده اللي انا فاهمه واللي انا عارفه. المهم كله لازم يتحول لهم يا جماعه ما حدش كان معايا في الموضوع دوت. وهي تزن انا عايزه اعرف انت مش عايز تاخدني معاك هناك ليه؟ هو ايه الحوار؟ هو انت مخبي عليا ايه؟ مش مخبي عليك حاجه يا بنت الناس، بس ما عادش تاخدك معايا. المصاريف على قدها والدنيا على قدها. بتجي في الموضوع اللي زي ده ان انا مش عايزه اخدها معايا، ما هي في واحده تانية هناك ومش عايزه اوجع دي. حرام، شالت امي في تعبها واتبهدلت مع امي، فحرام ان انا يعني حرام برضو. لحد ما في يوم اختي اثبتت لي ان امي ما عملتش في مستشفى خاصه، تقرير طبي من المكان اللي امي كانت عامله فيه العمليه باسم المستشفى. فوجئت، ايه ده؟ رحت سالت في المكان، قالوا العمليه اتعملت بمبلغ رمزي جدا واتعملت عندنا هنا. رحت لصاحبي زعقت له وقلبت الدنيا معاه، واختها بتقول لي ايه يعني المشكله؟ حبينا ما نخبيش نخبي، ما بديش تقول لك امك عشان ما تنزلش، احنا وفرنا لك. وفرتوا لي فين الفلوس اللي بعتها؟ انا بعت مبلغ وقدره، بعت مبلغ كبير عشان امي، وفي الاخر تتعمل في مكان بمبلغ رمزي. يعني امي ما تكلفتش ولا مليم اللي انا بعتها غير مبالغ لا تسوى. اتخانقت مع مراتي وزعقت لي وانا زعقت لها. قالت لي ايوه اتعملت في المستشفى دي، ايه المشكله يعني؟ ايه يعني عملت كده؟ انا بحق تعبي، حق تعبي معاها. قال لها حق تعبك معاها ايه اذا كان انت اصلا استحملتك وانت ما بتخلفيش، وكان نفسي هجيب حته عيل واستحملتك في كل حاجه، تنصبي عليا انا؟ تنصبي عليا؟ انا ما نصبتش عليك. لا نصبتي عليا. يعني انا مديكي امانه اللي هي امي، تفرطش في الامانه وابعت لك فلوس عشان خاطر امي تاخديها انت وتكشفي لامي وتعملي لها العمليه في مكان ما يستاهلش المبالغ دي كلها؟ انت كده نصابه. حقي بعدك عني. انت بتيجي قد ايه؟ هو انا بشوفك كحق خدمه امي؟ هو في حاجه اسمها حق خدمه امي؟ قولي مش عايزه اخدمها، قولي اديني فلوس حق خدمه امك وانا هديكي. لكن تنصب عليا طب اشاعات كل حاجه بقول لك ببلاش تقريبا. كنت بدفع مبالغ للاشاعات، مبالغ للتحاليل، كل حاجه كنت بعتها، حتى العلاج ببعت له مبالغ. فلوسي كلها فين؟ فلوسي كلها فين؟ مفيش فلوس، معرفش، ما تعرفيش. طب ماشي، على فكره بقى انا هطلقك وهبيع الشقه دي. على فكره دي شقه امي، دي ورث بتاعتي، ماشي؟ وعايزه اقول لك حاجه تانية، انا متجوز. ايه؟ ايوه متجوز. خايف عليك وعلى شعورك، وخايف تتجرحي، وخايف اوجع قلبك، وخايف اقول لك، وكمان بقى الله اكبر بسم الله ما شاء الله خلفت. انت بتقول ايه؟ انت بتضحك عليا؟ انت بالك متجوز وخبي على؟ قال لها خبي ولا ما خبيش ما يخصكيش، انا كنت خايف على شعورك، لكن انت ما تستاهليش تنصب عليا انا. الفلوس دي مش هترجع؟ لا مش هترجع. ماشي مفيش مشكله، براحتك، اشبعي بالفلوس. لكن انا يا بنت الناس ما تقعديش على ذمتي تاني، ولا تقعدي على ذمتي لحظه واحده، عشان تبقي عارفه انا امي تبهدليها وابعت لك فلوس لامي تاخديها انتي؟
يعني امي لكن سبحان الله ما كانش توفاها الله كنت عرفت كل حاجه من امي برضو. اهو اختي قالت لي، اختي اللي أنا مش مصدقها، اختي اللي انا كنت بكدبها عشانك. اقول لها ده هي شايلاها، ده هي حطاها، ده هي عاملاها، وانتي ولا حياة هنا ولا كأنك موجودة اصلا، ومكملة في الكدبة، وعمالة تعيطي على امي وحزينة على امي. ده انت كنت مسترفعة من ورا امي. بصي يا بنت الناس، شوفي لك هنا ايه وخديه وامشي. قبل ما اسافر لازم ننهي الموضوع دوه. خدي حاجاتك ومع السلامة، يلا على اختك ولا على جوز اختك، وبعتيلي جوز اختك عشان اتكلم معاه. خدت بعضها ومشت وبعتت لي جوز اختها. انت يا عم انت بتقول ايه؟ هي غلطت يعني، ايه المشكله؟ خدت طمعت في قرشين. مفيش حاجه اسمها طمعت في قرشين، في حاجه اسمها خانه الامانه. سيبك من القرشين، تبهدل امي ليه؟ تبهدل امي في حاجه زي كده ليه؟ هو انا ببعت الفلوس ده مش عشان اعزز امي الله يرحمها؟ ومفهماني حاطه امي في دماغك، في دماغها ولا ايه؟ وحاطه الدنيا والحياه والعيشه، وفي الاخر اكتشف ان هي بتنصب عليا وعايزه تعيش معايا. ده انا ما رضيتش اوجعها واجرحها لما عرفت انها ما بتخلفش، واتجوزت ما رضيتش اقول لها عشان خايف على شعورها، وقلت هتفضل على ذمتي. هي ملهاش ذنب في حاجه، هي ملهاش ذنب في حاجه. وفي الاخر تطلع نصابه تضحك تاخد فلوس وشقايه. تيجي انت عارف تاخد منها. انا عارف انا بخش منها حاجه، لا بتاخد منها شكلك. بقول لك ايه، شده من ده تحت عندك، خليها عندكم هناك، وانا هطلقها. طب هي لها حقوق عندك، ما خدت الحقوق والزياده، يا اما اخليها زي البيت الوقف واخد بعضي وهمشي. تختاروا ايه؟ اختاروا. والفلوس انا مش عايزها، بس انا هكتب لها مؤخر كويس، لكن ولا هتاخد مؤخر ولا هتاخد حاجه من عندي. الموضوع انتهى. كل ده اللي بسبب معايا برضو. الموضوع انتهى. شيل ده من ده تحت عندك، وانت من النهارده ولا صاحبي ولا اعرفك. حددوا يوم الطلاق عشان نطلق، ورد عليا قبل ما امشي، يا اما همشي وهسيبها لكم كده. قال له خلاص هنرد عليك. طبعا ردوا عليا وافقوا على الطلاق. هي كانت عايزه حاجات تانية بس انا طبعا ما رضيتش. طبعا هي واخده مني مبلغ قدره، مبلغ كبير. وتوافقنا على الطلاق، وقفنا على الطلاق خلاص. وهم برضو قبل الطلاق شويه يعني حاولوا بقى يتصلوا بيا، يبعتوا لي ناس، معلش سامحها ده حقك علينا مش حقك علينا. اختي بقى تقول لي اوعى، اللي ضحكت عليك مره تضحك عليك كتير. بس دي تتامن ان انا ارجعها تاني على ذمتي ولا اخليها على ذمتي اصلا؟ هامنها على ايه دي؟ هي الفلوس تعب وشقى الحمد لله، بس هي خدت حاجه مش من حقها وبهدلت امي. يعني انا كمان سيبكم من الفلوس، كمان انا كمان امنتها على امي الله يرحمها، وهي لا حياه المنتونات دي. الله اعلم بقى الوليه حصل لها ايه ولا اتبهدلت معاها، ما هي كدابه، كله ده كذب في كذب. ما انا ما اعرفش. دي بقى يتأمن لها تقعد على ذمتي؟ يعني انا عايزه اعرف دي يتأمن لها تقعد على ذمتي اصلا؟ يعني ايه كان همها تلم فلوس من ورايا؟ ده انا كنت هعيشها في عز غير ده كله اصلا. لان انا قلت بيني وبين نفسي هي ملهاش ذنب في موضوع الخلفه ده، من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانها طبعا لو كتقت ربنا في امي كنت احطها في دماغي اكتر. لكن ما دام عملت كده، دي تتامن دي اصلا تبقى على ذمتي؟ يعني انا استحملتك باللي انت فيه وقلت حرام اوجعك، تقوم انت تنصب عليا؟ امنها على نفسي ازاي دي انا؟ وعلى عيشتي وحياتي ازاي؟ امنها ازاي دي اصلا؟ انا امنها ازاي الست دي؟ فانا لو غلطان قولوا لي انتوا غلطان، خليها على ذمتك. قولوا خليها على ذمتك، انت غلطان خليها على ذمتك. وانا بالنسبه لي خلاص مش مشكله، خليها على ذمتي. بس الامانه، خانت الامانه وما صارتش الحاجه اللي بعتها لها، وما صارتش فوق ده كله امي الله يرحمها. هل انا كده غلطان ان انا اخليها على ان انا اصلا ما اخليهاش على ذمتي؟ متهيألي خلاص كده
عشان اتقطع معايا. ده اللي انا شايفه، ده اللي انا شايفه. دي قصتنا النهارده. بالمناسبه يا جماعه، انا يا رب بس اللي يشوف الفيديو لاخره يعرف كلمه الغيط دي معناها عندنا في الفلاحين يعني ارض، يعني عندنا في الارض. وان شاء الله رحت يوم الجمعه باذن الله هوضح الكلمه اكتر هناك في قلب الغيط نفسها، في قلب الارض نفسها. ويا رب قصتي تعجبكم يا رب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين.